صباح السعادة، وإن شاء الله اللي جاي أحلى وأجمل مليون مرة. اعملوا شير واعملوا لايك للفيديو ده بالذات وانشروا السعادة. هوريكم في الفيديو ده ست جميلة جدا، الفيديو بتاعها عجبني. لقيت جريدة الوطن عاملة تقرير عنها. اتفرجوا على الفيديو وبعدين هطلب منكم حاجة بعد ما الفيديو بتاعها ده يخلص. يا ريت تشاركوا في السعادة وتعملوها. بس علشان خاطر ده. لا ده مش شقه، ده شقه. لا. أم يوسف، عندي 42 سنة، معايا بنتين وولد. ما بحبش حد يساعدني، أنا بحب اللي أنا أشتغل وأشقى علشان ما بحبش أحتاج لحد. معنى الأصح بحضر الكشري في البيت، أنا اللي بعمله بإيدي، حاجة نظيفة، حاجة الحمد لله يعني. انتوا جربوا شوفوا إذا كان أكل حلو ولا لأ. وبتلج مية من بالليل، بجيب كرتونتين أو كرتونة على حسب ما بقدر اشيل. بعبي الحاجه في العلب وعقبال بقى طبعا ما بنزل. زي ما شفتوا الست ام يوسف ست جميله جدا، ست قدوه فعلا. ست يا رب ربنا يكرمها، ربنا يكرمها ويرضى عنها ويرضى عن كل ست وكل شخص بيسعى بالحلال ويتعب ويشقى. ربنا يوسع عليكم يا رب. فاول حاجه هطلبها منكم ان انتوا تدعوا للست ام يوسف ولكل حد بيشقى ويتعب في الظروف دي عشان يشتغل بالحلال. تاني حاجه، يا رب تعملوا شير كتير للفيديو ده، يوصل لحد من رجال الأعمال أو أي حد يقدر يساعد الست أم يوسف إنه يفتح لها محل كشري في محل إقامتها، يساعدها، يعمل خير كويس جدا، ويفتح لها بعد فضل ربنا باب رزق يوسع عليها ويرضى عنها. في برنامج زي شاركس تانك، برنامج هو بنفس الفكرة. يا ريت يبقى في برنامج بنفس فكرة شارك تانك بس في الخير. في الخير يبقى البرنامج الشاركس تعمل مشاريع مع ناس زي الست الجميلة أم يوسف، بس من غير ما ياخدوا منهم أي مقابل، ولا يبقى الانفستمنت، يبقى الاستثمار مع ربنا. شير الفيديو ده كتير يا رب يا رب، بإذن الله يوصل لحد يقدر يساعد الست أم يوسف. وادعوا لها كتير وربنا يفرجها علينا جميعا ويوسعها علينا جميعا، ويا رب دايما كلنا نعيش في سعادة وصباح السعادة.